حبايب قلبي ناني وحشتوني جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنعمل النهارده مخلل الزهره، اللي هو ايه الزهره اللي هو الكرنبيط دوت. بصي بتقطعيه بالحجم ده، طبعا لو عايزه اصغر براحتك، عايزه اكبر يعني ايه دي حاجه ترجعلك. بصي هتقطعيه كده اهو، شايفه بقطع ازاي اهي كده. بعد ما بتخلصيه سهل جدا جدا جدا، يعني بيخلص في ثواني. اهو قطعناه اهو، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. خلصناه. هنروح مع بعض نحطه فين بقى؟ نحطه في حلة المية اللي بتغلي على النار. يلا بينا تعالوا معايا. هنزله في المية لما غلت كده، بصوا اهو، هنزله كده في المية بتاعتي اللي هي غلت معايا. ما بيطولش في النار، هخليه 5 دقايق فقط. مش عايزاه يتهرى معايا، عايزاه يفضل ايه ناشف وجميل كده اهو. اكدي ان كله واصله الميه، شايفه 5 دقايق وهطلعه من الميه دي واوريكي هكمل ازاي. بعد ما سلقته 5 دقايق لازم تحطيه تحت ميه ساقعه تلج، يا اما تجيبي تلج وتحطيه عليه. لازم بصي يبقى بارد كده عشان ما يفضلش يكمل تسويته وهو ايه، وهو بعد ما طلع من على النار. بصي تحطيه بقى كده، البرطمان بتاعك معقم، تعقميه ازاي؟ تغسليه كويس جدا وتحطيه على نار متولعه لحد ما يتبخر كده كده تعقم. تمام. وبعد كده بنزل عليه اهو. اهم حاجه تشطفيه علشان ما يتهراش معاكي. حبيبه قلبي هتحطي البهارات بتاعه المخلل بتاعك عشان يطلع طعمه روعه. هتحطي ورقتين غار كده، وهتحطي فصين توم، وهتحطي كمان شويه كمون، رشه كمون، ومعلقه سكر. وبعد كده الميه دي انا عامله لها حاطه فيها الملح، اللي هو عباره عن كل لتر ميه عليه 3 معالق ملح وواحده بنجر. تمام. انا كنت عاملاها من قبل كده وعملت منها الكرنب وخدتها، الصراحه الميه جميله جدا، فقلت اكمل بيها واعمل ده عشان ابقى عندي مصداقيه معاكم. تمام اهو، شايفين؟ يبقى كل لتر ميه عليه 3 معالق ملح ومعلقه سكر. تمام. بعد كده جبت 4 كده وحدات فلفل، بيبقى جميل، بيديها كده ايه حمام بسيط كده، بيبقى لذيذ. بتقطعي كده حته من الجنب كده اهو. تمام. بعد كده تقفلي عليه وتاكلي منه في خلال 3 ايام. الطريقه اللي انا عملتها لك دي هنغطيها، بعد كده نقلبه كده. تمام. وبعد كده نحفظه وناكله بعد 3 ايام.